لو بعد ما بتفرزي الكرنب بتطلعيه بيبقى كده مجلد معاكي لما تسويه وما بيبقاش حلو، تعالي بقى هقولك على الطريقة اللي هتخليه مستحيل يجلد معاكي وهيرجع فريش زي ما انتي دخلتيه الفريزر. يلا بقى بينا نشوف. اول حاجة هنا عندي مية بتغلي، هضيف لها ملعقة صغيرة من السكر. ايوه ما تستغربيش، انا ضفت ملعقة صغيرة من السكر. هي والمية كده بتغلي، وهجيب الكرنب اللي انا مفرزاه هو وكده مجمد، يعني هو وبالتلج بتاعه ما يبقاش فك يعني. تمام. وهحطهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اول ما هنضيف قطع الكرنب المجمدة هتلاقي ان المية درجة حرارتها كده هديت وما بقيتش تغلي. فانا دلوقتي بس كل اللي انا هعمله هبتدي بالمصفى كده واضغط يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية اما احس ان كل الكرنب خلاص فك مني. بصوا يعني الخطوة دي بالظبط بتاخد من 3 ل4 دقايق، مش كتير. بس اهم حاجة ما نحطش الورق بتاع الكرنب غير لما نكون متأكدين ان المية بتغلي زي ما انتم شفتوها في البداية كده. بصوا خلاص بقى فكوا كده، وهخرجهم على طول. هخرجهم دلوقتي بقى على اي مصفى بحيث انهم يصفوا كل المية الزيادة اللي فيهم، ومسافة كده بالظبط يعني 5 دقايق. وهبتدي على طول ان انا ارصهم كده فوق بعض صفوف زي ما انتم شفتوهم كده في البداية. بصوا يا دوب بس 3 4 دقايق كده يصفوا المية بتاعتهم، وكده خلاص. يعني هي بالظبط 4 دقايق على النار وهيرجع معاكي الكرنب فريش زي ما انت شايفة كده. صدقوني بجد لما بعمله وبحشيه وبسويه ما بيبقاش مجلد ابدا، بتبقى كده الكرنباية بتتقطع معاكي بكل سهولة وبتتقطم بكل سهولة. جربوها ومش هتندموا.